لو عندك الملوخيه الناشفه ومش بتحبيها ولا كنتيها، اقول لك ازاي تحولي الملوخيه الناشفه لملوخيه خضراء، هتبقى معاكي فريش وطعمها تحفه بتركايه واحده فقط. شايفين القوام؟ اول حاجه اهوت معايا ضفت الشوربه في الخلاط، وضفت معاهم 4 فصوص ثوم مفروم، وضفت معاهم الملوخيه الناشفه. وكمان تركايه تاني انا بضيف معاهم كمان، لو حابه تضيفي الكزبره بتجيبيها من عند الكزبره الخضراء، بتجيبيها من عند بتاع الخضار، بضيف يعني كام ورقه كده اهوت من الكزبره الخضراء. بضربها معاها في الخلاط مع الثوم مع الشوربه، بتدي طعم تحفه جدا جدا. حابه ان انت تضيفيها براحتك. هنا اهوت ضربتهم كده في الخلاط، وبعد كده عملت الطشه. بحب كمان احط الكزبره الناشفه في الطشه مع الملوخيه، بتدي ريحه تحفه. شايفين القوام؟ طبعا عجب الفيديو لحد هنا ما تنسيش يعمل لايك واشتراك فضلا وليس امرا. ما تنسيش تشير الفيديو وتعمل لايكات كتير عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. شايفين قوامها تحفه جدا. والسلام عليكم.